السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بيكم حبايبي في منوعات بنت أمينة، ربنا يسعدكم يا أحلى متابعين. حبايبي النهاردة هنعمل مع بعض كيكة البرتقال. طبعا دي من أحلى الكيكات، بتبقى ريحتها حلوة قوي وطعمها وشكلها كلها حلوة. هنعملها مع بعض زي ما احنا شايفين كده، اسفنجية وناجحة ومرتفعة، كل حاجة فيها جميلة جدا، وطريقتها بسيطة ومكوناتها سهلة، يعني متوفرة في كل بيت، والطريقة سهلة وهنعملها مع بعض بكل بساطة. معانا هنا المكونات بتاعتها: 5 بيضات صغيرين قوي، لو البيض كبير اكتفي ب3 بيضات، وعليهم معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. وبنضيف بعد كده معلقة، بنجيب البرتقانة بتاعتنا، تكون برتقانة بسرة غسلينها كويس قوي. بنستخدم البرتقانة اللي هي بسرعة علشان ما يعكسناش البذر وتطلع مرة وكده، ممكن ننسى بذرة فتطلع معنا مرة. لما تبقى بسرعة تريحك. ونشيل الأجزاء اللي هي من فوق ومن تحت دي، وبنقطعها وبنحطها في شفشق الخلاط، ومش بنصفي منها أي حاجة، لأن كل حاجة في قشر البرتقانة دي بتدينا طراوة للكيكة، بتبقى حلوة قوي. وبنضيف 2 من السكر، وبعد كده نص كوباية من الزيت، عليهم معلقة سمنة. وبنضيف كوباية مية من الحنفية عادي جدا، ولا هي ساقعة ولا هي سخنة، عادية جدا من الحنفية. وبنراعي ان البيض بيكون في درجة حرارة المطبخ. ونضرب كل المكونات بتاعتنا حلوة قوي. عايزين ننعم القشرة بتاعت البرتقانة خالص، هنخليها تختفي، متفيهاش اي قطع، لازم تبقى ناعمة خالص خالص. هتدينا لون جميل وريحة حلوة قوي. هي كيكة البرتقال مميزة كده، بتخلي البيت كله ريحته حلوة، حتى وهي لسه بتتضرب، يعني لسه ما دخلتش الفرن، بتطلع برضو ريحة جميلة جدا. ولما بتستوي بتبقى أحلى وأحلى. بنحط المكونات بتاعتنا كلها، بنفضيها كده في البولة، وبننزل ذرة ملح صغيرة قوي كده بين الصوابع. وبنضيف باكو بيكنج باودر، بنحطه كله. وبعدين بننزل ب3 كوبايات من الدقيق بالتدريج، كل ما نحط شوية صغيرين كده، نضربهم كويس أوي لغاية ما الدقيق يختفي خالص. وبعد كده نحط الشوية اللي بعدهم. بنستمر بنفس الطريقة، ونضرب في اتجاه واحد عشان الكيكة ما تبقاش مايلة من ناحية ومرتفع من ناحية، لازم تبقى كلها مستوية وتطلع حلوة قوي. لما بتيجي تستوي بتبقى منظرها حلو، انها طالعة من كل ناحية مستوية. بننزل كده بالدقيق شوية شوية صغيرين، كل ما يختفي نحط اللي بعده لغاية ما نكمل الكمية اللي معانا، اللي هي 3 كوبايات من الدقيق. بعد كده، بعد ما احنا بنخلص الدقيق زي ما احنا شايفين كده، لازم الضرب يبقى كويس قوي قوي وفي اتجاه واحد. خلصنا ال3 كوبايات بتوع الدقيق وضربناهم كويس قوي. ما ننساش المعلقة السحرية اللي بتخلي الكيك هش ومرتفع، اللي هي معلقة كبيرة من الخل زي ما احنا شايفين كده. وبنضربها برضو، بنمزجها مع الخليط بتاعنا كويس قوي قوي زي ما احنا شايفين. في الوقت ده احنا مسخنين الفرن بتاعنا قبلها ب10 دقايق، بنبقى مشغلين الفرن على أعلى درجة. وأول ما بنيجي نحط الكيكة بتاعتنا بنخليها على درجة 180. طبعا بننزلها في صينية مدهونة بالسمنة ومبطنة بالدقيق، وبنحطها على الرف الوسطاني، وما بنولعش الشواية نهائي. طبعا بعد ما نكون مولعين في الأول الشواية والفرن، بنطفي الشواية وبنخلي الفرن بس هو اللي مولع. بعد ما تستوي تماما نولع الشواية لو ما كانتش خدت وش، ولو كانت خدت وش أثناء التسوية خلاص بنكتفي بكده. بعد كده بنختبرها بعد 35 دقيقة أو 40 أو 45 حسب الفرن بتاعك يا حبيبتي.
بتطلع جميلة زي ما احنا شايفين كده، وهشة واسفنجية. بتبقى ناجحة بسم الله ما شاء الله عليها. زي ما احنا شايفين كده ناجحة بكل المقاييس، ارتفاع وريحة وهشاشة وطراوة، ويعني كلها زي ما احنا شايفين كده بسم الله ما شاء الله. وطعمها حلو قوي على فكرة، لذيذة قوي، كل حاجة فيها ممتازة. يعني زي ما احنا شايفين كده كأنك ماسكة حتة اسفنج بالظبط، والطعم لذيذ. ويعني تقدميها كده لأولادك هيفرحوا بيها، ولو حبيتي تقدميها لضيوفك برضه هتشرفك. كيكة ناجحة وحلوة أوي زي ما احنا شايفين. أتمنى يا حبايبي إن الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب تفعيل زر الجرس. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.